صباح الخير. النهارده يوم الجمعه، ويوم الجمعه بالنسبه لي يعني اطعام. نفسي مره اصحى من النوم الاقي شكل حلو بالبني ده، بس مش مهم، نرجع لموضوعنا. ليه النهارده قررت اشارك معاكم الاطعام اللي انا بعمله دايما، مع اني في الطبيعي ما بحبش اعمل كده وبحب احتفظ بالحاجات دي لنفسي. بس لما فكرت مع نفسي كده قلت يعني انتي بتشاركي كل الحاجات التافهه العبيطه، ليه ما تشاركيش مع الناس حاجه زي دي وتشجعيهم؟ وبما اني بحب اعمل دايما اطعام يوم الجمعه، فقررت النهارده اخدكم معايا وانا بوزعه. واحب اشكر شراباتي المتواضعه على اللوك التحفه ده في شعري. ورجعت لميت ده كله تاني عشان اعرف اغسل وشي واغسل اسناني واعمل سكين كير. وبصراحه كنت بتلكع عشان كنت مستنيه علاء يجي من صلاه الجمعه ونفطر ونستلم الوجبات ونبتدي ننزل نوزعها. المندوب كلمني والوجبات وصلت وعلاء لسه ما جاش وانا عاوز افطر. خلاص علاء وصل الحمد لله. كده كده احنا الاثنين بناكل الصبح على خفيف، فعملت الفطار بسرعه وفطرت. وده كان الطبق بتاع علاء وده الطبق بتاعي. لبسنا اي حاجه في السريع كده لان احنا هنوزع الاطعام وهنرجع البيت تاني. وهنا علاء كان استلم الشنط من المندوب وحطيناها في العربيه وتوكلنا على الله. وعاوزه اقول لكم على حاجه، انتوا اكيد عارفين ان الصدقه بتطلع بطرق كتيره قوي، بس اكتر طريقه بجد انا بحس ان انا مبسوطه فيها جدا ومرتاحه هي صدقه الاطعام. وكمان لما انزل انا اوزع بنفسي انا وعلاء. ده معايا واحد تاني فين بجد؟ بامان والله معايا واحد. ماشي. لاني بجد بحس بالامتنان بطريقه مش طبيعيه لكل النعم اللي ربنا كرمنا بيها في حياتنا، وانك دايما في اي حال انت احسن من غيرك حتى لو كان عندك ايه او حاسس انك ناقصك ايه. فكره انك تشوف الضحكه على وشوش الناس وان انت كمان تسمع الدعوه بودنك دي احساس حلو جدا. الحقهم الحقهم. خلصنا اول شنطه. ودايما بنحب نطلع صدقه واحنا معناش فلوس. الصدقه ما بتطلعش وانت معاك فلوس، بالعكس بتطلع وانت محتاج، لان صدقني شوف ربنا هيعوضك ازاي ويكرمك ازاي بعد ما تعمل حاجه زي كده. عمري في مره ما تصدقت ايا كانت الطريقه اللي تصدقت بيها غير ربنا بجد بيكرمني بعدها. الصدقه هي احسن استثمار لاي نعمه في حياتك، والصدقه مش لازم تكون حاجه كبيره مره واحده كل فتره طويله. القليل كل يوم احسن من الكبير قوي كل فتره طويله. لو 10 جنيه او ازازه ميه او وجبه كل يوم حتى، شوف ربنا هيخلي فيه بركه في يومك وفي رزق وكرم ازاي في حياتك. عرفت مؤخرا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد هو اني احمد ربنا فعلا وابقى ممتنه لربنا على كل نعمه في حياتي، لكن الشكر اني اطلع من اللي ربنا بيكرمني بيه لاي حد محتاج. وانا دايما بحب اعمل الاطعام ده واتصدق على روح بابا، فما تنسوش تدعوا له. وترددت كتير قوي قبل ما اعمل الفيديو ده، بس بجد انا حبيت اعمل حاجه زي كده عشان فعلا الصدقه لازم تكون حاجه اساسيه في حياتنا كل يوم. صدقوني شوفوا ربنا بجد هيكون كريم معاكم ازاي في حياتكم. وبس كده الحمد لله وزعنا الوجبات بسرعه وكان فيها بركه بشكل مش طبيعي. وده شكلي عادي دايما لما بعمل اطعام او بشوف اي حد قاعد في الشارع، بفضل افكر الناس دي عايشه حياتها ازاي بجد. فالحمد لله على كل النعم اللي موجوده في حياتنا. وبس كده الحمد لله خلصنا بسرعه، وبعد كده رحنا جبنا حاجه نشربها وبعد كده روحنا. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو. حاسه اني اول مره اصور هنا، يعني دايما بصور في الدريسنج او في الصاله، فقلت النهارده اصور هنا كده ونغير الكادر. جماعه انا عملت امبارح سيشن فيشل، وبحس ان انا مهما عملت سكين كير لا، في حاجات تحت الجلد لازم تتشال. يعني البلاك اند وايت هيدز بقى، عارفين انتوا التكحيته اللي بتبقى، انا بحب التكحيته دي اللي بتبقى في الكلينيك وتحسي ان بجد بجد انت عامله حاجه في وشك، مش مجرد سكين كير. يعني سكين كير فعلا بيدي جلوينج وبيبقى فيه نضاره وبتحسي ان وشك يعني نظيف ومغسول. بس الاحساس اللي بحسه لما بعمل اي سيشن فيشل ديرما بين الحاجات دي، لا، في احساس مختلف. تحس ان الجلد فعلا متنضف من جوه من تحت قوي. ف يومين كده او بكره هنزل لكم عملت فين، وبجد بجد مبسوطه قوي. كنت مستنيه بس وشي يهدى كده واشوف الافكت والريزلت، علشان انا مش اي حد بيعرف يتعامل مع وشي.